اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في قناة كروشيه ووفن تيلز. النهارده هنعمل مع بعض شنطة العيد، شنطة جميلة جدا معمولة من الجراني سكويرز بستايل يوناني وبألوان حلوة جدا. الشنطة دي مناسبة جدا للمبتدئين وهنعملها مع بعض من اول الجراني سكوير لحد البطانة والتقفيل والايد مع بعض. الخامات اللي استخدمت خيط قطن رفيع بثلاث الوان، الاوف وايت هو اللون الاساسي للشنطة واللون اللبني الفاتح واللون الكحلي، واستخدمت إبرة كروشيه مقاس 2.5 وإبرة تنجيد ومقص وقماش بطانة وحلقتين علشان أركب الإيد في الشنطة. هنبتدي مع بعض نعمل المربع بتاعنا. أول حاجة هنبدأ بالحلقة السحرية، وهنعمل 3 سلاسل، دول هيتحسبوا عمود بلفة ومعاهم عمودين بلفة. ووراهم سلسلتين. المجموعة دي مع بعض هي اللي هتتكرر 3 مرات كمان، يعني 3 عمود بلفة وسلسلتين وراهم. هنقفل السطر الأولاني بمنزلقة في أول سلسلة، وهنعمل سلسلة كمان عشان نتأكد ان الخيط محكوم مش هيفك، وهنقص الخيط. السطر اللي بعده باللون التاني، مش باللون الأساسي للشنطة اللي هو الأوف وايت، لا باللون التاني. هنوصل الخيط في أي فراغ من فراغات الكورنرز بمنزلقة، وهنعمل 3 سلاسل تتحسب عمود بلفة وراهم عمودين بلفة. وبعدين في كل فراغ هنعمل 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة. هنقفل أول فراغ ب3 عمود بلفة الباقيين، وبدل السلسلتين هنعمل غرزة نص عمود علشان هنكمل السطر اللي بعده بنفس لون الخيط. السطر اللي بعده هنعمل 3 سلاسل تحسبوا عمود بلفة ومعاهم عمودين،
وبعدين بدل ما نشتغل في الفراغ اللي في النص في الجنب، هنعمل 3 سلاسل. في الركن هنعمل 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة، وعلى الجوانب دايما بنعمل 3 سلاسل. هنكرر كده لحد لما نكمل السطر كله. اخر السطر هنغير الخيط، فهنقفل بالسلسلتين بتوعنا والمنزلقة، وبعدين بنعمل سلسلة زيادة ونقص الخيط. السطر اللي بعده هنبتدي ندخل اللون الأساسي للشنطة، هنثبته في أي كورنر بمنزلقة، وهنعمل غرزتين حشو، دول كده نص غرز الكورنر. وبعدين ال3 غرز اللي بعدهم هنعمل 3 غرز حشو، يعني في كل غرزة في غرزة حشو. لما نوصل عند ال3 سلاسل هنعمل غرزة حشو عادية، بعدين هنعمل غرزة حشو طويلة بنشبكها في السطر اللي تحت، مش في نفس السطر بتاع ال3 سلاسل. دي بتخلي شكل التصميم جميل جدا مختلف، وما بتخليش فراغ ال3 سلاسل يسيب فراغ كبير في المربع بتاعنا. بعدين هنعمل غرزة حشو عادية جدا بعد الغرزة الطويلة اللي عملناها، ونكمل غرز حشو لحد ما نوصل للكورنر، نعمل غرزتين حشو سلسلتين، غرزتين حشو. هنكمل السطر بتاعنا بنفس الطريقة، مش هنقفل بمنزلقة عشان في سطر تاني بنفس لون الخيط، فهنقفل بنص عمود. اخر سطر معانا في المربع كله غرز عمود بلفة، فهنعمل في كل ركن 3 عمود بلفة سلسلتين، 3 عمود بلفة، وفي كل غرزة هنعمل عمود بلفة. ده اخر سطر معانا في المربع، فبنقفل بوصلة خفية بعد ما بنعمل اخر سلسلتين. بنستخدم ابرة التنظيف، وبندخل بالابرة تحت تاني غرزة من الجنب اللي احنا هنوصل فيه، ونرجع ندخلها تاني في الغرزة اللي طالع منها طرف الخيط، وبعدين هنخيط الزيادات في ظهر المربع بتاعنا ونقص الاطراف.
كده نكون جهزنا المربع بتاعنا، شكله جميل جدا وديزاينه جميل جدا. هنحتاج عشان الشنطة 22 مربع. انا عملتهم بمجموعتين من الالوان، ثبت اللون الاساسي دايما في اخر سطرين، وبدلت اللونين التانيين في شويه من المربعات وشويه تانيين. طبعا تقدروا توزعوا الالوان براحتكم، بس انا حسيت اني محتاجه اثبت لون الشنطه الاساسي علشان ده بيخلي التصميم احلى كتير. دلوقتي هنبتدي نشبك المربعات بتاعتنا. عندنا جنبين، الجنب الاولاني فيه 12 مربع والجنب التاني فيه 10 بس. المربعين اللي تحت في الكورنر دول هيتنوا، يعني هيبقى نص في الجنب اللي قدام ونص في الجنب اللي ورا، وبالتالي مش هنحتاج نعمل 2 قدامهم في الجنب التاني. هنرص المربعات بتاعتنا 4 في كل سطر على 3 سطور، وهنبتدي نشبك مع بعض الخطوط، يا اما هنمشي بالطول او بالعرض. انا مشيت بالخطوط الرأسية في الاول، بس طبعا مش هتفرق. هنبتدي نشبك اول مربعين مع بعض، بنحط الظهر على الظهر، وهندخل الابره الاول في الغرز اللي هتتشبك وبعدين نسحب الخيط. فانا هشبك في الغرز الداخليه مش في الحلقات كامله، في الحلقات الداخليه بس للغرز. فبدخل الابره في الحلقه الداخليه في المربع الاولاني، والحلقه الداخليه اللي قدامها بالظبط في المربع التاني، وبعدين بسحب الخيط بمنزلقه من الاتنين. بنبتدي من الغرز بتاعه الكورنر اللي هم الغرزتين اللي في الكورنر، وبنمشي بالترتيب على كل الغرز لحد ما نوصل لاخر الخط. هنفضل نكمل التشبيك بنفس الطريقة لحد الآخر، وبعدين هنبتدي نجيب المربعين اللي تحتهم علشان نشبك الخط الطولي اللي بينهم. علشان ننقل الخيط من المربعين اللي فوق للمربعين اللي تحت بنعمل ايه؟ بنسيب الحلقة، بنخرج الإبرة ونروح للمربعين اللي تحتهم، ندخلها في الحلقات اللي هتتشبك مع بعض، وبعدين أرجع أسحب الحلقة اللي سبتها في المربعين اللي فوق، وبعدين نعمل سلسلة زيادة. أنا كده نقلت الإبرة على المربعين اللي تحت، وبعدين نقلت الخيط على المربعين اللي تحت، وابتدي أشبك المربعات اللي تحت بنفس الطريقة اللي شبكت بيها.
بعد ما نكمل تشبيك الخطوط الطولية بين المربعات كلها، هنبتدي نشبك الخطوط بالعرض بين المربعات بنفس الطريقة. وبعد ما خلصنا ال 12 مربع بتوع الواجهة الأولى، هنشبك ال10 بتوع الواجهة التانية بنفس الطريقة بالظبط. بعد كده هبتدي اوصل الجنبين ببعض، بس من ناحيه واحده بس، من جنب واحد بس هوصلهم، لان انا عايزه جسم الشنطه يبقى مفرود قدامي كله علشان هبتدي اعمل البطانه. هنفرد قماش البطانه ونحط جسم الشنطه مفرود بالعرض عليها، وبعدين هبتدي اقص حوالين الشنطه وسايبه 1 سنتي تقريبا زياده داير ما يدور. بعد ما قصينا القماش بنثبته بمشابك الخياطة علشان نتأكد ان احنا هنخيط مظبوط، ما تتحركش البطانة واحنا بنخيط. وهنبتدي نخيط بالمكنة او بالإبرة والخيط بنفس لون البطانة. انا خيطتهم يدوي بالإبرة والخيط، طبعا مخيط على الحرف اللي فوق خالص بغرز صغيرة جدا عشان ما تبانش، وبتأكد انه الإبرة ما بتعديش للشنطة من الناحية التانية، يعني بخيط على الجزء الداخلي بس للغرز الكروشيه. بعد ما خيطت البطانة في جسم الشنطة كله، بنبتدي نقفل بقية الشنطة. هنمشي بقى داير ما يدور، نشبك بقية الأطراف المربعات في الأركان وفي الجوانب اللي باقية بنفس طريقة التشبيك بتاعة المربعات اللي اشتغلنا بيها. بعد ما قفلنا جسم الشنطة بتاعنا كله، هنبتدي نشتغل على الحافة العلوية بتاعة الشنطة علشان نحسن الشكل بتاعها شوية وتبقى مستقيمة وليها ديزاين. أول حاجة هنعملها إن احنا هنعمل غرزة نص عمود داير ما يدور على الحافة بتاعتنا كلها. وعلشان ما يبقاش فيه واطي وعالي في الحافة، هنعمل ايه؟ بنيجي على الخط الوصل بين اي مربعين وبنبتدي نعمل تناقص، يعني بناخد الغرزة اللي قبل خط الوصل مع الغرزة اللي بعده مع بعض، بنخلصهم في غرزة نص عمود.
ده بيخلي الشكل جميل جدا، وفي نفس الوقت هنضمن ان احنا ما نزودش غرزة في داير ما يدور بتاعنا اللي هي غرزة مكان التشبيك. بعد ما بنخلص السطر ده كله هنبتدي نعمل سطر كمان عبارة عن 3 عمود بلفة في نفس الغرزة ونفوت غرزتين، وبعدين نرجع نعمل 3 عمود بلفة ونفوت غرزتين. هنمشي بنفس الترتيب ده داير ما يدور لحد ما نخلص السطر كله. السطر ده عمل لي فراغات، الفراغات دي هحتاجها لما اركب الرباط او الحبل بتاع الشنطة. اخر سطر في الحافة بتاعت الشنطة اللي فوق هو غرز منزلقة، هنعمل منزلقة في كل غرزة بطول السطر. هنقفل السطر بوصلة خفية بنفس الطريقة اللي بنعملها، وهنخيط الزيادات ونقص الأطراف. دلوقتي هنعمل الحبل بتاع الشنطة، وده هستخدمه عشان أقفل الشنطة أو أفتحها منه. أنا عملته 4 خيوط من الخيط بتاعي بتاع جسم الشنطة، مسكتهم مع بعض وعملت بيهم سلسلة، فطلع عندي سلسلة تخينة شوية شبه الضفيرة. عملتها طبعا طويلة شوية عشان لما اربطها يبقى الحبل نازل من الشنطة بشكل جميل. وبعدين دخلت الحبل في الفراغات بتاعة السطر اللي احنا عملناه على الحافة، في الفراغات اللي فيها، وخرجته من الناحية التانية. كده خلصنا جسم الشنطة بالكامل. هنبتدي نعمل الإيد بتاعة الشنطة. أول حاجة هنعمل سلاسل بطول الشنطة، طبعا ده حسب الطول اللي انتوا محتاجينه، فبنبتدي نعمل سلاسل ونقيس لحد ما نوصل للطول المناسب. انا طولت الايد بتاعتي شويه علشان عايزه الشنطه تتلبس كروس، طبعا انتوا ده اختياري براحتكم. بعد كده عملت غرزه عمود بلفه في طول السلاسل كلها، بس في اخر سلسله وفي اول سلسله بنعمل 3 عمود بلفه، وبعدين سلسلتين 3 عمود بلفه.
فانا لما وصلت لاخر سلسله عملت 3 عمود بلفه، سلسلتين 3 عمود بلفه، وبعدين رجعت اشتغلت في نفس السطر بتاع السلاسل من الناحيه التانية، عملت برضو عمود بلفه في كل سلسله من الناحيه التانية. ولما وصلت لاول سلسله عملتها كملت ال3 عمود بلفه والسلسلتين. بالطريقه دي بقى عندي شكل دائري في الحرفين بتوع الايد بتاعه الشنطه. بعد كده عملت نفس السطر اللي عملته في حافة الشنطة اللي هو 3 عمود بلفة، فوت غرزتين وبعدين 3 عمود بلفة. بنكمل برضو داير ما يدور، وفي الحرفين في الفراغ السلسلتين اللي سبناه بنعمل 3 عمود بلفة. اخر حاجة في الايد بتاعة الشنطة بنعمل منزلقة في كل غرزة بطول اليد كلها، وبنقفل بالوصلة الخفية وبنقص الخيط الزيادة. وبكده بنكون جهزنا الشنطة بتاعتنا. بركب الايد في الشنطة بالحلقتين اللي عندي، وبتكون الشنطة جهزت معانا. طبعا الشنطة اللي عملناها مع بعض هي شنطة مربعات جريني بسيطة جدا، اي حد مبتدئ يقدر يعملها بمنتهى السهولة. انا اخترت السيم الالوان يونانية، بتمكس درجات الازرق مع الاوف وايت، والديزاين جميل جدا هندسي شوية، فشكلها حلو قوي. الايد بتاعتها متناسقة مع الحافة بتاعة الشنطة. طبعا تقدروا تعملوا الشنطة بحجم اكبر لو استخدمتوا خيوط ادخن، بالتالي هتكبر احجام المربعات وهيكبر حجم الشنطه. اتمنى تكون الشنطه عجبتكم وتجربوا تعملوها. ابعتولي اي اسئله في التعليقات وابعتولي رايكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات علشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد من فيديوهات كروشيه ووفن تيلز. شكرا جدا واستنوني في فيديو جديد.